عاجل. أصدرت المحكمة الجنائية في باريس الحكم على المغني سعد المجرد ب6 سنوات وعام نافذا واحد وغرامة قدرها 375 ألف يورو، منعه من الدخول إلى فرنسا لمدة 5 سنوات. من المرتقب رجوعه إلى المغرب بعد أداء 4 مليون سنتيم مغربية تقريبا، وعليه قد يغادر فرنسا قريبا كونه قد مضى عقوبة حبسية نافذة فيما مضى. وقضت المحكمة الفرنسية اليوم الجمعة بالسجن 6 سنوات في حق المغني المغربي سعد المجرد، ويحق له الطعن بالقرار خلال مهلة 10 أيام، وذلك على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق على هاشم حفل له في عاصمة باريس، والحكم على الفنان سعد المجرد بسجن ل6 سنوات وإحالته على السجن مباشرة يقضي الليلة في السجن. وأيضا روى أن المغني النجم المعروف في العالم العربي تفاصيل ما حصل عند لقائه لشابة في أكتوبر عام 2016، وتطابقت روايته في البداية مع رواية لورا، ومفداها أن اللقاء بينهما حصل في ملهى ضخم. ونفى المجرد أمام المحكمة الجنايات في باريس اتهامه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا أو إقامته علاقة معها، ردا على اتهام له بأنه اغتصبها وضربها في غرفة أحد. وإذا كنت من عشاق المجرد فضع له لايك وإعجاب لهذا الفيديو لنرى كم عاشق لنا لهذا الفيديو لسعد المجرد.